السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يسرا شانيل. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيك سهل وغير بثلاثة ديال البيضات كيمزج ما بين المذاق ديال القهوة وديال الكاكاو، كيجي رائع شكلا ومذاقا. خليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غنعمل 3 ديال البيضات في الاناء اللي غنخلط فيه الخليط. كنضيف قبصة ديال الملحة لتصحيح الذوق، وغادي نضيف نصف كأس ديال السكر الخشنة والسنيدة. غادي نخلط البيضات مع السكر حتى نحصل على خليط اللي يكون مضاعف. كنخلطهم مزيان غير بالخلاط اليدوي. بامكانكم نتوما اذا عندكم الخلاط الكهربائي ولا كتفضلوا تخدموا به، تعملوا البيضات والمكونات كاملين تخلطوهم في الخلاط الكهربائي. غنبدا نضيف الزيت تدريجيا بشويه بشويه، وانا كنخلط في نفس الوقت حتى كنحصل على خليط منسجم ومضاعف. عاد غادي نبدا نضيف المكونات اللي باقا. بالنسبه للكيك كيف قلت لكم باللي فيها المذاق ديال القهوه، كنعمل ملعقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان في كاس ديال الماء، وغنضيف نصف كاس اخر ديال قهوه سريعه الذوبان. كنعمل غير نصف ملعقه صغيره، ويمكن سوا نصف ديال القهوه سريعه الذوبان. بامكانكم تعملوا قهوه معصره، المهم على حسب اللي عندكم متوفر. غادي نضيف 2 ديال ساشي ديال الكاكاو. بالنسبه لهاد الكيك غادي تكون بدون حليب وبدون ياغورت، كيك اللي غادي يكون مذاق ديالها قهوه اللي كيمزجوا حتى المذاق ديال الكاكاو العشاق ديال القهوه. وغادي تكون هاد الكيك هذه اقتصاديه 100%. كنضيف هنايا الكؤوس ديال الدقيق. بالنسبه لي انا عبرت بكاس ديال العنبه، عملت الكاس الاول ودابا ضفت الكاس الثاني، وغادي نبدا نخلط في نفس الوقت حتى كنشوف واش حصلت على الخليط اللي بغيت ولا باقي خصني نزيد دقيق. كيبان لي الخليط ديالي باقي خفيف، ضفت نصف كاس ديال الدقيق وجوج خميرات ديال الحلوى عبار 8 غرام 8 غرام. ضفت ملعقه كبيره ديال الخل، وغادي نبدا نمزج الدقيق والخميره ديال الحلوى والخل اللي ضفت مع بعضياتهم حتى كيبان لي القوام ديال الكيك هو هذاك. بالنسبه للخل كيخلي الكيك تجي هشيشه ورطبه وكتبقى معكم مده طويله هشيشه. صافي كنحصل على هذا القوام كيف كتشوفوا. فغادي نكب الخليط في المول اللي غادي نطيب فيه الكيك. كنت موجده من قبل، دهنت فيه القليل من الزبده ورشيت عليه القليل من الدقيق. صافي وغادي نعلي يدي شويه هذا باش نكب الخليط ديال الكيك، وغادي ندخل الكيك طيب على درجه 180 درجه. كنشعل عليها من التحت حتى كتبان لي طلعت، وعلين طيب عاد كنشعل الفوق باش تكمل الطياب واحد 10 دقائق هيدا باش كتحمر. كنشوف الكيك واش طايبه، بنت لي طايبه ثقبتها شويه هيدا باش يدخل فيها السيروم. بالنسبه للسيروم عملته بالقهوه باش نسقي الكيك تجي رطبه اكثر. صافي دابا غادي ندوزو للتزيين. بالنسبه لي قبل من نزينها عملت القليل من صوص ديال الكراميل. بالنسبه لهاد المرحله كتبقى اختياريه، واذا عندكم متوفر الكراميل ماشي ضروري، يعني انا من قبل كنعملها بلا كراميل، غير دابا بغيت نزيد لها واحد الاضافه باش نزيد مذاق اكثر. او اذا عندكم كراميل منزلي ان شاء الله دابا نحضر معكم فيديو ديال طريقه تحضير الكراميل ونشاركو معكم. نعمل كلاصاج ديال الكيك. بالنسبه للكلاصاج عملت فيه القليل من الحليب والشوكولاط الاسود وملعقه صغيره غير ممتلئه ديال الزبده، وحركته مزيان حيت كنت ذوبت الشوكولاط في ديك الحليب. صافي كيبان لي القوام ديالو كيف بغيت وكيجي لامع. دابا غندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين غنحتاج لدانيط ديال الكراميل. نعمل خطوط اللي غتكون عشوائيه، التزيين غادي يكون بسيط وسهل. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب اللي عندكم متوفر واللي كتفضلوا. في امكانكم تزينوا الكيك غير بالشوكولاط اولا غير باللوز مهرمش ولا الكاوكاو مهرمش، كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. غنقطع معكم واحد الطرف، بامكانكم تدخلوها لنبيره تبرد واحد ساعه تقدموها باش كتزيد تعطي واحد المذاق روعه. دابا انا قطعت معكم واحد الطرف قبل من عملها تبرد باش تشوفوها كيفاش كتجي في الشكل ديالها، وحتى في التقطيعه ديالها كتبان لكم هشيشه ورطبه ومذاق رائع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم فيديو ديال اليوم وتجربوا هذا الكيك اللي حضرت معكم. كيك سهله واقتصاديه. شكرا لكم لحسن المتابعه، في امان الله وحفظه. ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو اخر.